ازاي بقى اسمي زهرة، ومشهورة بزهرة، وحقيقي في شهادة الميلاد اسمي مروة. تعالوا اقول لكم السبب بقى. وانا صغيرة كنت بحب الزرع جدا وبحب الورد جدا ومش كده وبس، لا انا كنت شغالة في حب الورد والزرع بطريقة حرفية. كنت مثلا اخد كيس السندوتشات، ما كانش فيه لانش بوكس بقى، كنت باخد كيس السندوتشات او اللي هو الشنطة اللي فيها السندوتشات، افضيها في البريك اللي هي الفسحة، واحط بدلها زرع من جنينة المدرسة. هو انا كنت بقطف الورد كده او الزرع عادي؟ لا، ده انا كنت بقطف بطريقه حرفيه. كنت ادخل في جنينه المدرسه وقت البريك كله، افضي سندوتشات على جنب ممكن ما اكلهاش كمان، وابدا ان انا احفر حوالين الزرعه اللي عجباني لحد ما اوصل للجذور بتاعتها، وبعد ما اوصل للجذور اشيلها بالراحه واحطها في شنطه، واول ما اوصل البيت اجيب لها بوت او اللي هي اللي كانوا بيقولوا عليها شاليه او القصيص كده، واحطها فيه طبعا بالطينه، واسال كويس جدا اي حد بيزرع الزرعه دي اسمها ايه، وكمان بتتزرع بتاخد ميه قد ايه طول الاسبوع. في مره زرعت فول حراتي في البلكونه في طينه، الفول اللي هو المدمس، بس انا يعني نقعته لحد ما طلع الجدر الابيض، وبعد كده بدا يطلع العود الاخضر. يعني الجدر الابيض ده لما بيطلع بنبدا ان احنا نحط الفوله في الطينه، ومع وجودها في الطينه بتبدا ان هي تعمل جذور وتطلع ورق شجر اخضر. وكان اسعد يوم في حياتي لما لقيت الزرعه دي بدات تنبت فول صغنن كده، كان يا دوبك قد عقله الصباع. وفي يوم رحت المدرسه وسقي الزرعه قبل ما امشي، اللي هو الفول الحراتي اللي انا بزرعه في البلكونه، وسايبه كل واحده قد كده، هم كانوا 5 6 وحدات يعني مش كتير. وكنت فرحانه جدا، وكنت فتره مسائيه، رحت المدرسه ورجعت اتصدمت. بدخل اشقر على الفول في البلكونه، لقيت كل فوله كبيره وطويله قد قرن الموز كده. قعدت ادعك في عينيا وابص كويس، وادعك في عينيا وابص كويس، انا بحلم ولا ايه؟ انا سايباه صغنن قد كده الصبح. امد ايدي اطلعه من الطينه، فوجئت ان هو فول حقيقي، يعني من اللي بيتباع بالكيلو. وماما واخواتي عاملين يضحكوا من ورا الازاز بتاع البلكونه على شكلي، وانا مصدومه. وتاريهم هم اللي راحوا اشتروا عيدان الفول الكبيره دي اللي هي قد الموز، وحطوها في الطينه عشان يضحكوا عليا. لا، ما انا ما اقولكمش خدت حقي، يعني ضحكت عليهم ناس كتير بعد كده. وفي مره كنت جايبه شجره كريسماس صغننه كده، كانت في المدرسه، جبتها وزرعتها وكانت عماله تكبر، وكل اللي يجي يزورنا يقول الشجره دي جميله قوي، اسمها ايه؟ ماما تقول لهم دي شجره اللي مش عارفه، يقولوا لهم انت كده يا مروه، اقول لهم دي شجره الكريسماس، وكنت فرحانه بيها جدا. امي بقى تسيبني افرح بيها؟ ابدا، كانت مربيه كتاكيت في البلكونه، وفي يوم طلقت الكتاكيت في البلكونه، والكتاكيت اتسلوا على الزرعه لحد ما جابوها عود ناشف بدون ورق اخضر. من هنا بقى سموني زهرة، ومن حبي في الزرع والورد وكده، وبقى الاسم ده بيتقال من وقت للتاني. ولما دخلت الميديا كنت اسمي مروة على صفحتي على اليوتيوب سوبر مروة وزهرة، ولكن للأسف أنا اسم مروة بيفكرني بالعذاب وبالمسؤولية وبالضغوط النفسية اللي أنا اتحطيت فيها الفترة اللي قبل ما أكون سنجل وومن أو سنجل مومي يعني. فقلت لا خلاص كفاية كده، أنا يا زهرة يا جماعة كفاية مروة لحد كده، عشان أخف من الألم وما افتكرش كل الوجع اللي أنا حسيت بيه مع اسم مروة. بصراحه فتره ابتدائي في مواقف فيها كتير يعني مش متذكراها قوي، ولكن من ضمن الحاجات اللي انا كنت بحبها قوي ان بابا كان بيجي ياخدني بالعجله، كنت حاسه ان انا حمامه طايره وراه كده. ونزل قرار الوزير بان خلاص منعوا 6 ابتدائي، اذا انا في 5 هطلع السنه الجايه اولى اعدادي على طول، ونبدا فتره بقى المراهقه. عايزه افاجئكم ان انا فتره المراهقه بتاعتي ما بداتهاش في اعدادي ولا في ثانوي، لان كان سني صغير. فاكرين في الجزء الاول لما قلت لكم خدوني اولى ابتدائي وانا لسه عندي 5 سنين يعني. في اعدادي بقى كنت خلاص عايزه اعيش بقى دور البرنسيسه اللي لابسه يونيفورم جديد مختلف عن المرياله الرصاصي او المرياله البيج دي، والبس الطقم الرصاصي بقى اللي هو سكيرت مع شميز مع جرافات بقى، وكانت حكايه. كنت حاسه ان انا مضيفه طيران. كل الاصحاب اللي انا صاحبتهم فتره ابتدائي كوم، والصحبه اللي صاحبتها بعد كده في اعدادي واستمرت معايا لحد ثانوي، وحتى الان ما صاحبتش غيرها. ويعني خلاص كل واحد راح لحاله، مش عندنا اخبار لبعض. ولكن انا كنت طول عمري قليله جدا في الاصحاب، خاصه يعني الفتره اللي بعد اللي هي المسؤوليات وكده، ما مش ليا خالص في الاصحاب، مش عارفه ليه. بصوا، هو انا يعني يمكن عشان سابقه سني في حته ان انا بشوف غدر الناس وغدر الاصحاب مع بعضهم،
فكنت يعني الى حد ما بحس ان انا يعني قله تواجد اصحاب بيبقى شكل يعني بيبقى حاجه افضل في الحياه، يعني ان انت تبقي الى حد ما مقفله على نفسك وكده، لان يعني قليل لما تلاقي صاحب كويس يعني. ففين هنقعد ندور في وسط ملايين؟ لما دخلت اعدادي اتصاحبت على صاحبتي رشا، ورشا دي كانت نوبيه، مش مصر يعني، مش البشره الفاتحه، كانت البشره الغامقه اللي هما بيعملوا خيط المكرميات في شعرهم وكده. بس كانت زي العسل وكانت طيبه جدا وكانت شعله من البهجه. كنا كل ما نمشي مع بعض الشباب اللي حوالينا في المدارس تانية، يا باركينا فاسو، يا ايه ده اتحرقت في بطن امها، الحقوا ده شاي بلبن، اللي هو انا وهي يعني. فانا كنت بتحرق دم عشانها جدا. وفي مره شويه شباب عصبونا جدا لدرجه ان انا وقفت عشان اهزقهم. هي كانت بتضحك والضحكه من هنا لهنا ومش فارق معاها خالص يعني، مع انهم بيشتموها. هي كانت متصالحه مع نفسها، ودي كانت حاجه جميله. ودي الصحبه الوحيده اللي قدرت ان انا اعمر معاها، لان بصراحه كانت نضيفه قوي قوي يعني، قلبها نضيف جدا يعني. وانا في اعدادي بقى كنت عايزه اشتغل زي اخواتي بقى. طبعا اخواتي البنات اللي اكبر مني كل واحده اللي نزلت تشتغل في مصنع شويه، اللي نزلت تشتغل في محل شويه، يعني كانوا في ثانوي واللي في كليه، فكانوا بيحاولوا يجيبوا مصاريف كده تساعد مع بابا شويه، ربنا يا رب يرحمه رحمه واسعه، عمل اللي عليه وزياده. رحت اشتغلت في مصنع وانا في ثالثه اعدادي، والمصنع ده كان مش محتاج حد اصلا، وانا كنت صغننه، انا كان عندي 14 سنه. بس كان انا عايزه ان انا اثبت وجودي في شغل، وكانت فتره الصيف لدرجه ان انا كنت بقى بقعد شيفت. قالوا لي هتعملي ايه؟ فيلا شطبي الملابس. يعني ايه؟ يعني اشيل الخيط الزياده كده من الملابس بالمقص. ماما كانت تقول لي انت لسه صغيره على الهم، مستعجله عليا. اقول لها لا، انا عايزه ابقى زي اخواتي البنات اللي اكبر مني واشتغل زيهم. تخيلوا الغدا بتاعي كان عبارة عن بيضة ورغيف فاضي كده اخدهم معايا، لان كنت بقعد 6-7 ساعات، وكنت سفروت او صغننة، وشي اصفر على طول، انيميا حادة باستمرار. ما قعدتش كتير يعني في المصنع ده، لان هو كان لعب عيال اصلا يعني، انا مش بتاعت شغل لسه. ولكن يعني خدت فكرة يعني، بدأت اعرف اتعامل ازاي مع الناس، وبدأت ابطل كسوف لاني كنت بتحرج وبتكسف جدا. هبدا معاكم فتره ثانوي، لان فتره ثانوي بصراحه كانت فيها احداث كتير قوي، اللي هو كنت خلاص بقى الذاكره عندي ما شاء الله بقت قويه، وفاكره فيها حاجات كتير قوي، والحاجات دي مهمه قوي لان ترتب عليها حاجات كتير قوي من اللي انا فيها دلوقتي. ما جبت مجموع في اعداديه ودخلت اولى ثانوي عام، كانت ماما فرحانه بيا جدا يعني. ماما لما كانت بتدخل حد من اخواتي ثانويه عامه، مش دبلوم ولا تجاري ولا فني، كانت بتبقى فرحانه قوي. ليه؟ لان ده كده هيدخل كليه ويحقق لها امنيتها اللي ما حققتهاش نفسها، لان هي ما كملتش تعليم. بصراحه ماما كانت مدلعاني قوي في موضوع ثانوي ده يعني، كحب وكلام كده، لان ده انا هي حست ان انا بحقق لها امنيتها بعد اخواتي يعني اللي دخلوا برضو ثانويه عامه يعني. فكانت فرحانه ان ايه، كلنا يعني محصلين بعض في الثانويه العامه. اعلى كميه هيبره وفرط حركه وشقاوه ورخام، كله 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 بالنسبه لي انا. وانا في ثانوي كنت شقيه جدا، مش عارفه ايه ده. خدت الفرنساوي لاول مره في حياتي في اولى ثانوي، وما كنتش خدته قبل كده وما خدتهوش بعد كده. هو كان بينزل في اولى ثانوي بس، نتعلم يا دوب الحروف وكام كلمه كده نفك بيهم الخط. اتعلمت جو مابيل يعني اسمي ايه، وايام هابيت يعني انا اسكن، وده اللي انا فاكراه في الفرنساوي كله، مش فاكره حاجه تانية. دخلت نجحت في سنه اولى ودخلت تانية، وكان للاسف زي ما طبقوا عليا نظام 5 ابتدائي، اللي هو ما فيش 6 ابتدائي، طبقوا عليا نظام الثانويه العامه اللي على سنتين، اللي هي زي البكالوريا دلوقتي. وهقول لكم في الفيديو هنا ليه انا رفضت البكالوريا لابني. للاسف الفيديو وقته خلص، ولكن زي ما انا قلت لكم الفيديو الجاي هقول لكم ليه انا كنت في الثانويه العامه على يعني اتعمل لي ثانويه عامه على شيفتين او على سنتين، وده النظام اللي بيطبق دلوقتي بكالوريا. والنظام ده كان وحش في ايه ساعتها، وللاسف بيتعاد دلوقتي تاني، عشان كده رفضت ان ابني يدخل بكالوريا السنه دي. والفيديو جاي نكمل مع بعض.